ما سر هذه القوة التي يمتلكها نور المالكي هو وجود قانون دستور. في التوجه إلى حكومة أغلبية مجرد محاولة للضغط على الخصوم؟ فرصة للتحريك إلا حينما تكون هناك حكومة أغلبية سياسية. ستوجهون أسلحتكم بالصحراء لمحاربة السنة وفي الجبال لمحاربة الأكراد؟ لأنه السنة هم في الجيش العراقي والأكراد في الجيش العراقي. إلى ملف التسليح مع روسيا تحت سقف العملية الدفاعية ضي ضربة عسكرية لإيران. كيف يمكن أن تكون قوات أمريكية في مطار بغداد؟ أنتم الآن دولة الرئيس تعودون على نفس حلفاء النظام السابق. أينما تكون مصلحة العراق نذهب إليها. لكن أنت متهم دولة الرئيس بدعم النظام السوري. هذه أيضا واحدة من الاتهامات. وهل هناك أطراف سياسية تساهم بالموافقة على قانون البنى التحتية مقابل تمرير هذا القانون؟ الاتهامات التي يطلقها البعض على خلفيات سياسية جعلتني أكثر من مرة أتوقف عن قضايا أراها رأي العين. إلحاق البنك المركزي برئاسة الوزراء. أنا ما أعرف توافقات على سرقة مال العراق. 15,000 دينار لكل مواطن. وأموال طائلة تصرف لكنها لا تصل إلى المواطنين. لكن رح ترتفع الأسعار. ولو أن التجار أرادوا أن يحتكروا المادة ويرفعوا الأسعار الدولة موجودة. هل بسبب القومية؟ هل هناك أسباب أخرى لا نعلمها؟ والإصرار على المخالفات هو الذي يشنج الأجواء بين الشركاء. والبعض الآخر يشبهك بصدام حسين. أنا لا صدام حسين ولا نور السعيد ولا عبد الكريم قاسم، أنا نور المالكي. أنا أعمل للعراق، أنا أنظر للعراق من خلال العراقيين. أنا لا أعمل شيعي ولا أعمل سني ولا أعمل كردي ولا أعمل مسيحي، وأنا لا أعمل حزب دعوة ولا أعمل أي عنوان آخر، إنما أعمل رجل دولة.